السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعست العجلة. ده مثل عربي قديم، يعني تراثي. المثل ده يعني ممكن تلاقيه بقى في ناس كتير وفي أماكن كتير وفي أوضاع كتير. وفي البداية كده عايز أقول لك إن أنت لو تعرف حد في حياتك رايق أو بيتأخر على المواعيد أو كده، لما تسمع قصة المثل ده هتروح تعتذر له، تقول له إحنا آسفين، يعني ده في ناس أنقح منك شويتين. المثل ده لما قريت قصته ضحكت لسببين. السبب الأولاني قصة المثل نفسها، والسبب التاني إنه فكرني بموقف حصل معايا قبل كده. زي ما قلت في الأول، اسمه تعست العجلة. والعجلة مش البسكليتة والجماعة الشمال تعسوا، هم دول طبعا تعسوا يعني. بس العجلة في اللغة اللي هي الاستعجال. يعني كأنك بتقول كده يخرب بيت الاستعجال. ده نفس معنى المثل. قبل ما اقول لك قصة المثل هقول لك القصة اللي حصلت معايا قبل كده، المثل فكرني بيها. كنا شغالين مرة في مكان، فكنا بنصنفر ترابيزات وندهنها وكده. فكان في واحد شغال معانا أكبر أصلا مننا في السن، فالمفروض يعمل إنتاج أعلى. يعني مثلا كان المفروض يعمل مثلا في اليوم 8 ترابيزات مثلا. كان هو في اليوم كله بيعمل ترابيزة أو اتنين على ما أتذكر يعني. فكنا بنقول له بقى شد حيلك وكده، وعشان ننجز الشغل، لأن إحنا ساعتها كنا شغالين مع بعض، يعني مش كل واحد شغل لوحده، لأ. هو بيشتغل في حاجاته بنخلصها مع بعض. المهم جه في يوم قام عمل غالبا يجي 3 ترابيزات. هو اصلا المفروض يعمل 8 او 10 او كده يعني. فهو عامل 3 بس او حاجه زي كده. بس الاول كان بيعمل 2. فانا كنت هو بيصنفر الترابيزه وكده وانا بدهن من وراه. فلما جيت ادهن من وراه فلقيت جنب كامل مش متصنفر. فدي حاجه اصلا مزعجه في الشغل، تعطلك اساسا. بقول له انت سايب ليه؟ انت سايب جنب كامل ليه مش متصنفر يعني؟ قام قال لي ادي اخرة الاستعجال. فالمثل فكرني بالقصه دي. طبعا انا تنحت ساعتها لما قال لي ادي اخرة الاستعجال يعني، وما اتكلمتش. المثل بقى قصته المثل قصته ان بيقول لك واحد كان خادم يعني عند واحده، فكانت عايزاه يجيب لها نار. طبعا زي ما احنا عارفين زمان النار دي البيوت ما كانش فيها نور ولا حاجات كده، فالنار ليها استخدامات كتير. وزي قصة سيدنا موسى لما قال إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. يعني هو شاف مكان فيه نار، فكان عايز يجيب نار عشان ينور أو عشان يستخدمها إنهم يعملوا أكل أو كده. فزمان كان نفس القصة. فهي المهم الست دي بعتت الخادم بتاعها يجيب لها يجيب لها نار. طبعا هي مش بتشيش يعني، لأ، نار عشان تستخدمها. فلقى ناس، يعني قافلة رايحة فين؟ رايحة مصر. فمشي معاهم. هو المفروض رايح يجيب حاجة، فلقى ناس رايحة مصر فمشي معاهم. قعد مثلا أسبوع، طب أسبوعين، طب شهر، طب شهرين. صاحبنا ده قعد حسب القصة اللي في المثل يعني قعد حوالي سنة. قعد سنة، وبعد ما قعد سنة راجع. فهو راجع افتكر إن الست اللي هو اللي شغال عندها دي عايزة منه نار. قام راح جاب النار وبيجري بقى مستعجل عشان يلحق يديها. شوف بعد سنة من الموضوع. فهو بيجري قام اتشنكل، قامت النار وقعت منه. فقام قال تعست العجلة. يعني يخرب بيت الاستعجال يعني هو كده مستعجل يعني. فانت لو اي حد رايق في حياتك بياخد الامور ب- ببطء قوي يعني، فدايما فكرك بالمثل ده، تعست العجلة. واعذره، يعني ممكن بعد سنة ولا حاجة يعمل الحاجة، او اقل من سنة يبقى زي اخينا ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.